هو انا ليه يا كوتش ما بحسش بالعضله؟ اهو السؤال ده لو انت عرفت تجاوب عليه انت هتغير حياتك كلها في التمرين. خلينا نمسكهم حاجه حاجه واقول لك العوامل اللي بتسبب حاجه زي كده. اول سبب، لو الجوينت نفسه طلع او نزل غيرت الموفمنت، شغلت عضله ثانيه، صباح الفل. لو القبضه نفسها معوجه او فيها مشكله فانت محمل على الريست هنا، مش محمل على المسلز. هنا يتعب قبل المسلز. تاني سبب ان انت بتلعب بسرعه، مش مهتم بالتيمبو، تطلع في ثانيه وتنزل في ثانيه، بتلعب بسرعه جدا. انا عايزك تركز على كل تكرار كانه مجموعه لوحدها. ثالث سبب، وده سبب يعتبر اخطر من الاثنين الباقيين، ان مفيش تواصل في المخ والعضله، فمفيش اعصاب ان هي تحرك العضله نفسها، الاشاره مش واصله. ما هو المخ بيبعت يعني بيبعت الكتريك، يا بوحة سعادتك بتكلمني؟ في كهرباء نازله في الاعصاب هتحرك العضله. طيب التواصل ده مختفي، انت دلوقتي مركز في العد وعمال 1 2 3 4 5 ومش مركز في التواصل، يبقى في مشكله. رابع سبب وده شايفه اخطر سبب ممكن تواجهه، هو الكارديو فاسكولار سيستم، ان انت تنهك في التمرين قبل المجموعه ما تخلص. هتقول لي ازاي انهك في التمرين؟ يعني ده قاعد وبلعب شولدر بريس مثلا، هتنهك في التمرين لان انت مش مهتم بالكارديو فاسكولار سيستم، النفس مش كفايه، الاكسجين مش واصل للمسلز. فهنا في مشكله، ومشكله كبيره كمان. انت مش بتنهك في التمرين، انت هتنهك وانت طالع السلم، انت هتنهك وانت بتمد في الشارع، انت هتنهك من اي مجهود يحصل. لو انت مش عارف تحدد سبب المشكله اللي عندك اكتب لي في الكومنتس انت بتتمرن ازاي او طريقه تمرينك عامله ازاي، وانا احاول ان انا اوضح لك السبب واوضح لك المشاكل اللي بتواجهك.